أسوان ليها تاريخ كبير جدا في مجال الفنون التشكيلية وخاصة فن النحت. المعابد الفرعونية بتحيط بينا في كل مكان، وأيضا وجود السيمبوزيوم فن النحت الدولي اللي موجود هنا في أسوان، وكمان مجموعة كبيرة جدا من الفنانين اختاروا هذا المجال عشان يتميزوا فيه. ومعانا ضيفتنا النهاردة الفنانة التشكيلية فاطمة علوان. برحب بيكي. اهلا بحضرتك. فاطمة، ليه اخترتي مجال الفنون التشكيلية وخاصة النحت؟ يعني أنا أعرف إن أنت ليكي قصة كفاح كده عشان تختاري هذا المجال. تمام. انا كان ليا هدف. انا كنت حابه الفنون عامه، كنت بحب ارسم انا صغيره طبعا. بس انا كان ليا مثل اعلى خالي طبعا دكتور يوسف، فكنت دايما اقعد جنبه اشوف هو بيرسم، هو بينحت، فنمى فيا الموهبه يعني. وكان الكبير دكتور يوسف محمود يعني أستاذ فن النحت في كلية الفنون الجميلة بالأقصر. تمام. فهو كان ليه دور كبير معايا، فنما في جوايا الموهبة، شجعني لحد ما وصلت يعني ان انا اوصل ان انا ادخل كلية فنون جميلة، واخترت قسم نحت طبعا زيه، وتخصص برضو بارز زيه، فكان مثلي الاعلى في الفن يعني كل حاجة. الرحلة برضو ما جاتش على طول يا فاطمة، يعني كان ليكي رحلة كفاح عشان توصلي للكلية. يعني انا كان مجموعي ما جابش، فاضطريت ان انا ادخل معهد الاول عشان اوصل، فان انا معهد ترميم اثار، فدخلته والحمد لله، يعني اتوفقت وان انا دخلت الكليه، والحمد لله كنا من اوائل الخريجين كمان، فالحمد لله يعني على فضل ربنا. الحلاوة دي واللذاذة دي والطعامة والشياكة والأناقة دي. الحلاوة دي واللذاذة دي والطعامة والشياكة والأناقة دي. انتي كوتي كوتي، انتي لوتي لوتي، انتي قطع، انتي بطة، انتي نوتي نوتي، انتي قشطوطة، انتي كتكوتة، دي خدود قلبوزة، انتي مجنونة ومقولها انا ان انتي عندي اجمل واحدة في الحياة. هوصف فيكي في الجمال ايه ولا ايه؟ كل حاجة فيك انا بحبها وبقولها انا. صراحة كده اخترتي فن النحت عشان خاله فقط، ولا انت كنتي حابة المجال نفسه وحاسة ان انت ممكن يعني تبدعي فيه او كده؟ لا، لازم انا في البدايه كفنان لازم يبقى عندي الموهبه، اي حتى لو نسبتها صغيره، يعني مثلا انا بنميها، او عندي قبول ان انا مثلا ادخل في المجال ده. فبدايه فانا كان عندي ده، فلما شفت مثلا خالي فانا حبيت الموضوع، او دخل اتنمى جوايا ان انا خلاص انا هدفي، عايزه هدف ان انا ابقى فنانه او نحاته كده يعني. الفن النحت في أسوان زي ما احنا قلنا كده، احنا عندنا يعني قاعدة كبيرة جدا من الرؤية حتى أو المخزون البصري، إن احنا بنشوف الفن ده في كل مكان حوالينا، سواء المعابد القديمة أو التماثيل اللي موجودة في كل مكان، المتحف. احكي لي عن رؤيتك الفنية لهذه القطعة اللي بتحيط بينا، بتبقى عاملة ازاي كفنانة؟ يعني فن النحت مجاله طبعا مجال جميل، من عصورنا القديمة. فن النحت كان المعابد والتماثيل، ان انا مثلا بستخدمه، ان انا مثلا بخلد حد عندي كشخصية مثلا معروفة، بخلدها ذكرى كده يعني. فهو ليه دور كبير قوي قوي يعني بجانب الفنون الأخرى يعني. واحنا
كده عندنا رصيد وتاريخ. يعني دايما الفراعنه كان ابرز الفنون عندهم هو فن النحت. فن النحت تمام، يعني معابدهم متشيدة فن نحت، تماثيلهم، وبرعوا جدا عن العصور الأخرى. طبعا احنا يعني نجحنا في العصور عن العصور الأخرى ان احنا وصلنا ان هم كمان فهموا أساسيات، يعني احنا يعني فهموا أساسيات النحت والرسم والفنون عامة يعني. بشوف النقاد الفنيين لما بيبصوا للتماثيل القديمه الفرعونيه، اللي بيبهرهم اكتر هي نسب التماثيل دي، وقد ايه هي نسب مظبوطه وتشريحيا هي يعني بتبقى معموله بالظبط. اهتمامهم كتلة ككتلة يعني، أكتر يعني كتلة، والتشريح مظبوط يعني، كان اهتمامهم برضو بالكتلة. وده كان نجاح إن احنا استمرارية الفنون أو الفن النحت عامة في العصور القديمة عن مثلا الفن الروماني أو الفن الإغريقي عامة يعني. كانت التماثيل طبعا تشريحيا حلو جدا، بس وصلت لنا متكسرة، او مثلا يعني مش زي الفن المصري ان هو يوصل التمثال كامل مكمل زي ما بيقولوا يعني. كان اهتمام الفن المصري او الفنان المصري بالكتلة، او كان له رؤية يعني، هو الله اعلم يعني ان هو كان له رؤية ان الحاجة دي تدوم اكتر من انها تبقى ايه، كفنيا او تشريحيا. هو طبعا فنيا تشريحيا كان حلو قوي، وصل لمرحله كبيره، بس ان هي تبقى كتله مثلا، اهتمامه بالكتله اكتر من الاهتمام الفني اكتر. كمان اهتموا بالخامة. يمكن الخامات اللي استخدمت في التماثيل المصرية القديمة اللي هي خامات الجرانيت القوية الصلبة، والخامة دي بتبقى صعبة جدا في التشكيل. خامات متنوعة يعني، هم أبدعوا في كل الخامات، خشب وجرانيت والحجر الجيري حجر رملي. فكان بس هو صعب طبعا يعني، كنحت جرانيت كان صعب ان هو بس هو ما شاء الله احنا فنانين بالفطرة يعني. كمان اللي بيميز الفن النحت المصري هو الاهتمام بالأحجام العظيمة، يعني اللي هو بتعطي الهيبة وبتعطي كمان الاستمرارية. يعني قد ايه الكتل الكبيرة دي بتبقى يعني كتل ثابتة ومتوازنة، وزي ما قلنا كده بتعيش آلاف السنين. تمام، يعني هو كان اهتمامه برضو زي ما قلنا بتشييد المعابد. اصلا انا ما هشيد معبد كبير لملك كبير، فاكيد هعمل له يعني تمثال يليق بيه كالعظمه لله اولا واخيرا يعني، كعظمه الملك يعني ساعتها في اعتقادهم يعني. عشان كده كانوا بيعملوا الكتل الكبيره للتمثال. كانوا بيهتموا بتصوير شخصيات معينة، ممكن الملك، أولاده أو زوجته أو الحاشية بتوعه أو الكبار رجال الدولة. مين اللي كان بيتم اختياره في التمثيل في فن النحت المصري القديم؟ لا مش فاهمه السؤال حضرتك. يعني
يعني كانوا بيهتموا بتمثيل مثلا الاسره، يعني اب ويعني كان ليهم شخصيه الشخصيات العامة في هم كتخليدا لذكرى مثلا عندنا الملك أو الكاتب اللي هو تمثال الكاتب اللي عندنا في المتحف، فهو تخليدا لذكرى الشخص ده أو تخليدا مثلا لأعماله، لمجهوداته كده، يعني بيبقى تخليد لذكرى معينة ليه يعني. انت متخصصه في مجال الفن النحت البارز، ودي كانت الجداريات بقى اللي موجوده في المعابد، اللي هو بتحكي قصه عن ملمح معين في ملامح الحياه الفرعونيه. هو يعني هم سجلوا كل حاجة زي ما سجلوا بالرسم، سجلوا بالنحت حياتهم كلها، يعني الزراعة، الصناعة، حياتهم اليومية، حياة المعبد الملك، الحياة اليومية كلها، يعني الحروب وانتصاراتهم طبعا، يعني فكان ليهم تاريخ كبير قوي. يعني بسجلوش على الورق أكتر ما سجلوه على الجدران رسم أو نحت يعني. ليكي تاني يا فاطمة واختيارك لهذا المجال، الصعوبات اللي بتشوفيها ايه كفنانة تشكيلية في مجال النحت، واحنا شايفين يعني هذا المجال ممكن يبقى مجال محدود شوية؟ هي مش صعوبات، مش نقدر نقول صعوبات، بس يعني احنا مش بنواجه صعوبات اكتر ما احنا بنحاول ان نوصل لنتيجة كويسة مع الفنانين. اسوان الاطفال طبعا احنا بنستلم الطفل من 7 سنين، فبيوصل معانا لغاية سن 16 سنة هو بيتعلم تمام. وفي ناس ما شاء الله بتبقى يعني بتوصل ان احنا بيجونا بمعارض ولوحات، كانوا دايما يقولوا لنا ان احنا كنا هنا في قصر الثقافة وبنتعلم الرسم وكده. فاحنا بقدر الامكان بنحاول نوصل لقدر اكبر من الامكان تبقى اسوان يعني رمز للفنون كلها، يعني ان شاء الله باولادها باذن الله. اروح راجعه لغايه هنا، ومن الناحيه التانيه برضو راجعه لغايه هنا، واعمل الدوران وبرضو نفس الوضع من الناحيه عشان تطلع من هنا قد ايه من هنا. طب ومن تحت الجزء اللي من تحت، لا انا من تحت مش محتاجه دوران قبل ما تزلليها يا مريم. شويرات لازم نظبط. ممكن كده بس عندي الكرسي دي عشان نطلع حاجه. بصي اول حاجه لازم نظبط الاوتلاين قبل ما تيجي الفنانين الصغار عندنا كمان متميزين جدا، يعني اللي انا شايفه الورش الفنيه اللي موجوده في قصر ثقافه اسوان ورش غنيه جدا وفيها فعاليه كبيره جدا، والاطفال كلهم بيبقى عندهم اقبال خصوصا في فتره الاجازه الصيفيه. احنا بننوع لهم طبعا، عندنا فنون الرسم، فنون الاشغال الفنيه، النحت، لازم ننوع لهم من الفنون. لازم هو كطفل يفهم قبل ما يحدد هو عايز يبقى ايه، يبقى الفنون دي عامه بتبقى متنوعه عشان يعرف يحدد لما يكبر هو في مجال ايه، او حابب مجال ايه، او شايف نفسه في مجال ايه. طبعا احنا الفنون عندنا متنوعه يعني. شوفي الاطفال عندهم اقبال على فن النحت جدا جدا يعني فنانين بالفطره زي ما بيقولوا جدا. بيحبوا
اللعب بقى في الخامات المصريه بتاعتنا بيحبوا قوي، واللعب بالالوان، ودايما دايما يعني لما بنديهم مثلا كالوان، مثلا بنديهم خامه الاول سهله زي الوان الخشب، الوان في المصر. دايما سؤالهم يا مسنا امتى هنبدا الوان الميه، امتى. هم بيحبوا يعني ايه يطوروا من نفسهم بنفسهم يعني. المبادرات الفنيه الكتيره اللي موجوده هنا في اسوان، وبنتكلم على مبادره شارع الفن، مشاركتك فيها ايه؟ وموضوع ان احنا ننزل بالفن للشارع ده رايك فيه ايه يعني كمتخصصه في هذا المجال؟ هو حاجة جميلة طبعا. احنا عندنا هنا بنحاول ان احنا برضو بقدر الامكان نوصل لعدد اكبر برضو من الجمهور. يعني احنا بيبقى عندنا هنا في ناس مثلا انا ما اعرفش مثلا قصر الثقافة او ما عنديش فكرة عنه، فاحنا بقى نوصل لكم لحد عندكم، بنعرفكم. يعني لما تيجي حد الناس تسأل مثلا بنعرفه يعني قصر الثقافة ويعني ايه فنون، يعني شارع الفن. واحنا بنحاول برضو ان احنا من خلال اللوحات او الورش اللي احنا بنقدمها في شارع الفن، ان احنا بنعرف الاولاد عن اسوان، عن الفن في اسوان والفن عامه. يعني بنحاول برضو ان احنا قبل ما بنختار الموضوع بيبقى مختار بعناية برضو. انا شايفه الاقبال الاطفال ما شاء الله من كل الاعمار. ما احنا حضرتك من سن 7 لعندنا سن 16 يعني. ومهتمين قوي وملتزمين جدا وحابين الموضوع، يعني حابين. فاطمه، يمكن بنتكلم على فن النحت ان هو فن ميداني، يعني المنحوتات والتماثيل وكده لازم تبقى في وسط الشارع، في وسط الجمهور، يعني ما ينفعش تبقى مستخبيه مثلا في مكان او في قاعه او كده. انت رؤيتك ايه كفنانه في الموضوع ده، وازاي ممكن نقدر ننفذها في اسوان عشان يبقى الفن قريب للجمهور؟ انا كان نفسي والله ان احنا نبدا بجداريات نحت في اسوان، تعبر عن فن اسوان، عن فن عن النوبه وعن اسوان وعن الثقافات الموجوده كلها في اسوان. يعني كان نفسي طبعا، وان شاء الله يعني يعني بنحاول نوصل مثلا ان احنا يبقى عندنا جداريات نحت زي ما عندنا جداريات لوحات فنيه بالالوان، يبقى لا الاولاد يعرفوا يعني ايه نحت يعني ايه رسم. مفتقدين هنا في اسوان قصر الثقافه بانشطته الكبيره، واللي كان يعني زي ما بيقولوا كده خليه نحل، وكان في انشطه كتيره وفعاليات كتيره، بس انتوا بتحاولوا في كل الاماكن ان انتوا يعني تنتشروا على مساحات واسعه يا فاطمه يعني. احنا مش واقفين او ما فيش حاجه بتعطلنا زي ما بنقول. احنا بنحاول بقدر الامكان لو هنشتغل في الشارع مع الاولاد بنشتغل في الشارع الاولاد يعني، وان شاء الله قصرنا يخلص باذن الله وينورونا طبعا هناك باذن الله ان شاء الله. كده اللوحة اترسمت. نشكركم مشاهدينا ونلقاكم الأسبوع القادم في لوحة جديدة من موزايك.